بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الجزء الرابع والأخير من المفرش. أتمنى يكون المفرش عجبكم ويكون الشرح كان واضح ليكم. يلا نبدأ على بركة الله في تكملة المفرش. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السطر 32 بدايته هترتفع 3 سلاسل باعتبارهم أول عمود من التلاتة، 1 2 3، وتشتغلي عمودين على كل عمود 2. فكده بقى عندنا 3 أعمدة باعتبار ان 3 سلاسل أول عمود. 3 سلاسل، 1 2 3. وهنا هنشتغل بغرزة الإكس، فهتاخدي لفتين على الإبرة، وعلى العمود هتشتغلي عمود بلفتين، سلسلتين، وتاخدي لفة على الإبرة، وهتدخلي على أول لفتين قفلناهم مع بعض بالشكل ده كده، تشتغلي عمود بلفة. كده اشتغلنا على العمود غرزة إكس. بعد كده بتشتغلي سلسلة، هتروحي على العمود اللي بعده تشتغلي عليه غرزة إكس، فبتشتغلي في الأول العمود بلفتين، بعد كده سلسلتين، وبتشتغلي عمود بلفة على أول لفتين خدناهم مع بعض. بعد ما بتشتغلي غرزة الإكس بتشتغلي سلسلة على العمود اللي بعده غرزة إكس، يعني على كل عمود هنشتغل غرزة إكس بالطريقة دي، عمود بلفتين، سلسلتين، وعمود بلفة على أول لفتين. بعد غرزة الإكس بتشتغلي سلسلة وبتكرري غرزة إكس، وغرزة الإكس عبارة عن عمود بلفتين، سلسلتين، عمود بلفة بالشكل ده، وبعدها بتشتغلي سلسلة. هو ده اللي بيتكرر معاكي لحد ما بتشتغلي على آخر عمود غرزة إكس. احنا تحت كان عندنا 19 من العمود، يعني هيبقى عندنا 19 من غرزة الإكس ما بين كل غرزة واللي بعدها سلسلة. تمام، هتكرري كده ونرجع نكمل. كده انا كملت لحد ما اشتغلت على اخر عمود غرزة اكس. تمام، فاحنا هنا عندنا من غرزة الاكس 19، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19، ما بين كل غرزة واللي بعدها في سلسلة. تمام، بعد كده هتشتغلي 3 سلاسل بعد اخر غرزة اكس، بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهنشتغل 3 أعمدة على كل عمود. ده كده البرواز اللي حوالين الشكل الدائري ده، 1 2 3. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3. جينا للجزء بتاع الوردة، واحنا كده خلاص الوردة خلصت معانا وبنشتغل فوقيها أعمدة وسلاسل. تمام، فهتشتغلي بعد ال3 سلاسل 3 أعمدة على كل عمود، على أول عمود، وعلى العمود التاني عمود، وعلى غرزة الكلاستر عمود. هنا بقى مفيش تناقص. تمام، هيبقى السطر هو نفس اللي تحت. اشتغلنا 3 أعمدة على كل عمود، سلسلتين، على العمود بتشتغلي عمود، سلسلتين، على عمود وسلسلتين، عمود على عمود، سلسلتين، عمود على عمود، وسلسلتين، وبنشتغل 3 أعمدة على كل عمود. على غرزة الكلاستر بتشتغلي عمود، وعلى العمود التاني عمود، وعلى التالت عمود. فاحنا في الجزء ده كده بقى عندنا 3 أعمدة، سلسلتين، وعندنا من العمود 4، 1 2 3 4، وبعدين سلسلتين، وعندنا ال3 أعمدة. تمام، يعني عندنا هنا 4 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين، هنا 3 أعمدة وهنا 3 أعمدة اللي هما البرواز. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. بتشتغلي 3 أعمدة و3 سلاسل، وبتشتغلي بقى على كل عمود غرزة اكس وبعدها سلسلة. تمام، هتكرري بقى الجزء اللي اشتغلنا مع بعض لحد آخر السطر.
آخر السطر ال32 بعد ما كررتي واشتغلتي بعد التلات أعمدة 3 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال33 بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتشتغلي عمودين على كل عمود عمود. فكده اشتغلنا التلات أعمدة 3 سلاسل 1 2 3. تاخدي لفة على الإبرة، واحنا عندنا هنا غرزة الكلاستر في فوق منها تحت كده، ده كده يعتبر العمود أبو لفتين سلسلتين، وهنا عمود بلفة، فهيبان معانا ان هم عمود سلسلتين عمود. تمام، هتشتغلي كده على العمود عمود. في الأول هنشتغل على أول عمود ده عمود، بعد كده بتشتغلي سلسلة، تدخلي جوه السلسلتين تشتغلي غرزة بف من 3 أعمدة زي اللي كنا بنشتغلها تحت. تسحبي اللفات وتقفلي عليها بسلسلة وبعدين بتشتغلي سلسلة. يبقى احنا كده اشتغلنا عمود سلسلة غرزة بف قفلناها واشتغلنا بعدها سلسلة. هنا بقى تاني عمود من غرزة الإكس هنجمعهم مع أول عمود من غرزة الإكس اللي بعدها بغرزة كلاستر. فهتشتغلي على العمود عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، ده كده تاني عمود من غرزة الكلاستر. من غرزة الإكس أول عمود من غرزة الإكس اللي بعدها هنشتغل عليه عمود، ناخد منه لفتين ونسيب لفة وبعدين ناخد التلات لفات مع بعض. فكده اشتغلنا غرزة كلاستر من عمودين، أول عمود منها على تاني عمود من غرزة الإكس، والعمود التاني على العمود الأول من غرزة الإكس اللي بعدها. بعد كده بتشتغلي سلسلة، تدخلي جوه السلسلتين تشتغلي غرزة بف من 3 أعمدة، تقفلي عليها بسلسلة وبعدين بتشتغلي سلسلة. وبنشتغل غرزة الكلاستر، أول عمود منها على تاني عمود من غرزة الإكس، والعمود التاني على العمود الأول من غرزة الإكس اللي بعدها. فهتشتغلي العمود وتسيبي لفة على الإبرة على العمود الأول من غرزة الإكس اللي بعدها، تاني عمود من غرزة الكلاستر تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة وتاخدي اللفين. بعد كده بتشتغلي سلسلة، وهو ده اللي هيكرر معاكي، اللي أنا هشتغله معاكي ده بتكرريه لحد ما توصلي لحد آخر غرزة إكس. تمام، هتشتغلي جوه السلسلتين غرزة بف من 3 أعمدة، تقفلي عليها بسلسلة وبعدين تشتغلي سلسلة. بعد كده هتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين، أول عمود منها على تاني عمود من غرزة الإكس، والعمود التاني على العمود الأول من غرزة الإكس اللي بعدها. فبتشتغلي كده عمود وتسيبي منه لفة على العمود الأول من غرزة الإكس اللي بعدها، تاني عمود من غرزة الكلاستر وتسيبي منه لفة وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض وتشتغلي بقى السلسلة وتكرري غرزة بف وبتقفليها بسلسلة وبعدين بتشتغلي سلسلة غرزة كلاستر وبتكرري. تمام، يبقى احنا هنا في الجزء ده هيبقى التكرار معاكي عبارة عن سلسلة وبعدين غرزة بف بتقفليها بسلسلة وبعدها تشتغلي سلسلة وبعدين غرزة كلاستر من عمودين وبتكرري بقى سلسلة غرزة بف وهكذا. هتكرري كده لحد ما تشتغلي على آخر غرزة إكس. تمام، هتشتغلي كده جواها غرزة الباف وتشتغلي بعد كده غرزة الكلاستر وهاجي اشتغل معاكي. بعد ما كررتي بالطريقة اللي اشتغلناها ده كده الشكل عندك. تمام، آخر حاجة اشتغلتي غرزة الكلاستر الأخيرة. تمام، تاني عمود منها على أول عمود من غرزة الإكس. تمام، فبعد كده بقى بتشتغلي سلسلة وتشتغلي غرزة الباف جوه السلسلتين، تقفلي عليها بسلسلة وتشتغلي سلسلة، وفي الآخر هيبقى عندنا على تاني عمود من غرزة الإكس عمود واحد بس. تمام، زي ما احنا كده كان عندنا هنا في البداية عمود على أول عمود منها، هنا عمود على تاني عمود من آخر غرزة إكس. ده كده الشكل. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3، وهتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود 1 2 3 و3 سلاسل. نروح على الجزء اللي هو فيه الوردة. تمام، زي ما انت شايفة كده بدأ يخلص معايا. فهتشتغلي على أول عمودين على كل عمود عمود على الأول
وعمود على التاني، وهنجمع العمود التالت والعمود الأول اللي هو بعد السلسلتين بغرزة كلاستر. فهتشتغلي عمود وتسيبي منه لفة على الإبرة، وعلى العمود الأول اللي هيقابلك بعد السلسلتين هتشتغلي عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة وبعدين تقفليه. فكده بقى عندنا يعتبر برضو 3 أعمدة، سلسلتين، عمود على عمود، وسلسلتين، عمود على عمود، وسلسلتين. تمام. فاحنا كده بقى عندنا تحت فاضل عمود وبعدين سلسلتين 3 أعمدة. هنجمع العمود مع أول عمود من 3 مع بعض بغرزة كلاستر، وهيبقى ده أول عمود من 3. بعد كده بتشتغلي عمودين على كل عمود عمود. فكده غرزة الكلاستر تعتبر أول عمود واشتغلنا عمودين، فكده يعتبر عندنا 3 أعمدة. فاحنا كده في الجزء ده عندنا يعتبر 3 أعمدة باعتبار إن غرزة الكلاستر 3 عمود وبعدين سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين، عندنا 2 بس من العمود. تمام. وبعد كده بقى غرزة الكلاستر والعمودين فيعتبروا 3 أعمدة. ده كده الجزء اللي فيه الورد. بعد كده بقى بتشتغلي 3 سلاسل، ويبدأ معاكي التكرار بإنك بتشتغلي ال3 أعمدة وبتكرري بنفس الطريقة اللي اشتغلنا. زي ما انت شايفة الجزء ده كده زاد معانا. تمام. ولما بقى بنكمل بيتربطوا ببعض بالشكل ده وبيبقى باين معانا. هتكرري بقى الجزء اللي احنا اشتغلناه مع بعض لحد ما توصلي لآخر السطر. آخر السطر 33 بعد ما اشتغلتي آخر 3 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 34 بداية هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، 1 2 3، وتشتغلي عمودين على كل عمود عمود. فكده بقى عندنا 3 أعمدة باعتبار إن ال3 سلاسل أول عمود. هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وعلى العمود هتشتغلي عمود. يبقى احنا كده على العمود اشتغلنا عمود. بعد كده هنشتغل بغرزة الكلاستر، وغرزة الكلاستر هنا من عمودين. بعد العمود بتشتغلي سلسلتين، وبنشتغل غرزة كلاستر من عمودين والعمود بلف. تدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة. تدخلي تاني جوه السلسلة اللي بعد غرزة الباف تشتغلي عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة. هيبقى عندك 3 لفات بتاخديهم مع بعض. كده اشتغلنا غرزة الكلاستر. بعدها سلسلتين، 1 2، وبنشتغل غرزة الكلاستر التانية. أول عمود فيها بيبقى جوه السلسلة اللي بعد غرزة الباف، يعني مشترك. تمام. ما بين بنشتغل جوه السلسلة العمود التاني من غرزة الكلاستر والعمود الأول من غرزة الكلاستر اللي بعدها. فهتدخلي جوه نفس السلسلة تشتغلي أول عمود من غرزة الكلاستر. جوه السلسلة اللي بعد غرزة الكلاستر اللي تحت بتشتغلي العمود التاني من غرزة الكلاستر وتقفلي غرزة الكلاستر. تمام. بعد غرزة الكلاستر بيبقى عندك سلسلتين. تاخدي بالك كده ان ما بين كل غرزة كلاستر واللي بعدها سلسلتين. وغرزة الكلاستر بنشتغلها بالطريقة دي. تدخلي جوه السلسلة اللي اشتغلتي جواها تاني عمود من غرزة الكلاستر، تشتغلي أول عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وترجعي تدخلي جوه السلسلة اللي بعد الغرزة، سواء بقى بعد غرزة الباف أو بعد غرزة الكلاستر. بتشتغلي العمود التاني من غرزة الكلاستر وبعدين بتقفليها سلسلتين، وهو ده اللي بيتكرر معاكي. تمام. انك بتدخلي جوه السلسلة تشتغلي أول عمود من غرزة الكلاستر، جوه السلسلة اللي بعدها تشتغلي تاني عمود من غرزة الكلاستر، سلسلتين، وتشتغلي غرزة الكلاستر اللي بعدها أول عمود منها جوه السلسلة اللي اشتغلنا جواه تاني عمود من غرزة الكلاستر، والعمود التاني بتشتغلي جوه السلسلة اللي بعد الغرزة سواء باف أو غرزة كلاستر، وبعد كده بتشتغلي السلسلتين. تمام. بتكرري كده بنفس الطريقة، وتاخدي بالك ان احنا بنشتغل غرزة الكلاستر بنشتغل جوه السلسلة دي تاني عمود من غرزة الكلاستر وأول عمود من غرزة الكلاستر اللي بعدها. هتكرري كده لحد ما تشتغلي جوه آخر سلسلة. ده كده الشكل عندك بعد ما كررتي. احنا هنا اشتغلنا في الأول عمود سلسلتين. بعد ما كررتي ووصلتي ان انت اشتغلتي آخر غرزة كلاستر تاني عمود منها جوه آخر سلسلة، جوه آخر سلسلتين اللي هما قبل العمود. تمام.
واخر سلسلة اللي هي قبل العمود. هتشتغلي بعد كده سلسلتين وتشتغلي على العمود عمود. تمام. فمن بعد السلسلتين عندنا عمود، يعني في الاخر عندنا سلسلتين عمود، وفي الاول كان عندنا عمود سلسلتين. ما بين العمود سلسلتين والسلسلتين عمود عندنا 37 من غرزة الكلاستر، ما بين كل غرزة كلاستر واللي بعدها سلسلتين. تمام. بعد كده هتشتغلي بعد العمود هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3. يبقى كده الشكل عندك. تمام. بعد كده هتشتغلي 3 سلاسل، الجزء اللي كان فيه الوردة هي خلصت معانا خلاص. تمام. هتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، عمود على الأول وعمود على التاني وعمود على غرزة الكلاستر اللي بتعتبر تالت عمود، يعني هنا مفيش تناقص. تمام. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، 1 2، وتشتغلي عمود على عمود، سلسلتين، عمود على عمود، وسلسلتين، وبنشتغل ال3 أعمدة، عمود الأول على غرزة الكلاستر، وبعد كده بتشتغلي عمودين على كل عمود عمود. فكده بقى عندنا 3 أعمدة، يعني السطر هو نفس السطر اللي تحته. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل ويبدأ معاكي التكرار. تمام. احنا عندنا في الجزء ده هو نفس السطر اللي تحت، بس بدل ما كان عندنا عمودين غرزة كلاستر عندنا 3 أعمدة كاملين. عندنا 3 أعمدة، سلسلتين و2 من العمود، وبعدين سلسلتين و3 أعمدة، وطبعا ما بين العمود واللي بعده عندنا سلسلتين. الجزء ده زي ما قلت لك بيتفرد معانا. تمام. هتشتغلي بقى كده تكرار من أول ال3 أعمدة لحد ما توصلي لحد آخر السطر. آخر السطر 34 بعد ما اشتغلتي ال3 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 35 بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، وبتشتغلي عمودين على كل عمود عمود. فكده يبقى عندنا 3 أعمدة، 3 سلاسل، 1 2 3، وهنشتغل على العمود عمود بلفة. بعد العمود 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هتسيبي غرزة كلاستر وتشتغلي على اللي بعدها عمود بلفة، تدخلي كده وتشتغلي عليها عمود. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتسيبي غرزة كلاستر وعلى اللي بعدها تشتغلي عمود. وده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر الجزء ده. بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتسيبي غرزة كلاستر وعلى اللي بعدها بتشتغلي عمود، وبتكرري كده 5 سلاسل عمود بالطريقة دي لحد ما توصلي لحد غرزة الكلاستر اللي قبل الأخير. بعد ما كررتي واشتغلتي على غرزة الكلاستر اللي قبل الأخيرة عمود وبعدها 5 سلاسل، هتسيبي غرزة الكلاستر اللي هي الأخيرة وتشتغلي على العمود عمود. تمام. وده كده هيبقى الشكل عندك. فانتي هنا لما هتعدي من أول عمود اشتغلناه على العمود لحد العمود الأخير اللي اشتغلناه على العمود، هتلاقي عندك 20 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده 5 سلاسل. كده اشتغلنا الجزء اللي هو الدوران. بعده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وبتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود. هما بيبقوا قبل جزء الدوران واللي بعده اللي هما البرواز يعني. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهنا الجزء ده هنختصر العمود الثالث والعمود الأول والعمود الأول العمود التاني والعمود الأول، يعني مش هيبقى عندنا خلاص من العمود سلسلة. هتشتغلي كده على أول عمود من 3 عمود، وعلى التاني عمود، وتختصري التالت مع أول عمود بعد السلسلتين بغرزة كلاستر، وبعدين سلسلتين. كده يعتبر عندنا 3 أعمدة،
وتختصري العمود اللي هو التاني مع العمود الأول من التلات أعمدة. تشتغلي كده عمود، وعلى أول عمود من التلاتة عمود. كده اشتغلنا غرزة كلاستر اختصرنا بيها العمودين في عمود. هتشتغلي عمودين، عمود على التاني وعمود على التالت. فكده الجزء ده بيتقفل معانا زي ما انت شايفة كده، بقى عبارة عن يعتبر 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة. بعده بقى بتشتغلي 3 سلاسل، ويبدأ بقى معاكي التكرار 3 أعمدة 3 سلاسل، وتبدأي تشتغلي في العمود 5 سلاسل. هيبقى عندك 20 من العمود 5 سلاسل. هتكرري كده لحد الآخر، وهنيجي نكمل مع بعض لحد آخر السطر. آخر السطر 35 بعد ما اشتغلتي ال3 سلاسل بتقفلي المنزلقة على تالت سلسلة. زي ما انت شايفة الجزء ده كده قرب يخلص معانا، فالمفرش بيتظبط معانا. تمام. السطر 36 بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود 1 2 3، وتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، فبكده يبقى عندنا 3 أعمدة. بعد ال3 أعمدة بتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3. عندنا هنا عمود، وبعد العمود بيبقى فيه 5 سلاسل. على أول عمود اللي احنا اشتغلناه على العمود بتشتغلي عمود، وبعده سلسلتين 2. تمام. تدخلي جوه ال5 سلاسل تشتغلي 4 أعمدة 1 2 3 4. بعد ال4 أعمدة بتشتغلي سلسلتين، تدخلي جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم. هنا مش بنشتغل على العمود، تمام، احنا بنشتغل بس على أول عمود عمود، وبعده سلسلتين، وعلى آخر عمود. لكن الشغل كله في الجزء ده بيبقى جوه ال5 سلاسل. فانت من بعد السلسلتين بتدخلي جوه ال5 سلاسل تشتغلي 4 أعمدة، وهو ده اللي بيتكرر معاكي. جوه كل 5 سلاسل بتشتغلي 4 أعمدة. كده 3 4. بعد ال4 أعمدة بتشتغلي سلسلتين، وبتكرري جوه كل واحدة من ال5 سلاسل بتشتغلي 4 أعمدة، وبعدهم سلسلتين، وهتكرري كده لحد ما تشتغلي جوه آخر 5 سلاسل. تمام. هتشتغلي جواهم 4 أعمدة. بعد ما كررتي جوه كل واحدة من ال5 سلاسل اشتغلتي 4 أعمدة، وبعدهم سلسلتين، واشتغلتي جوه آخر 5 سلاسل. هتشتغلي بعد كده سلسلتين، وعلى العمود بتشتغلي عمود. يبقى احنا هنا في الأول اشتغلنا على العمود عمود وبعد سلسلتين، وفي الآخر اشتغلنا سلسلتين وعلى العمود عمود. تمام. اللي هو أول عمود من 20 وآخر عمود من 20 هما اللي اشتغلنا عليهم عمود. أما بعد كده اشتغلنا جوه كل واحدة من ال5 سلاسل 4 أعمدة. فاحنا تحت كان عندنا 20 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده 5 سلاسل، فعندنا 19 من ال5 سلاسل. هنا بقى هيبقى عندنا 19 من ال4 أعمدة ما بين كل 4 واللي بعدهم سلسلتين. هتشتغلي بعد كده بعد العمود 3 سلاسل 1 2 3، و3 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3، و3 سلاسل 1 2 3. هنا بقى الجزء اللي كان تحته الوردة، يعني الجزء اللي فوق الوردة، عندنا فيه يعتبر 3 سلاسل 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة، باعتبار إن غرزة كلاستر عمود. فهتشتغلي على 3 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3. تسيبي السلسلتين وتروحي على 3 أعمدة اللي بعدهم تشتغلي 3 أعمدة 1 على كل عمود عمود 2 3. فتحت كان عندنا يعتبر 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة، هنا عندنا 6 أعمدة ورا بعضهم، مفيش فرق سلاسل. تمام. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل 1 2 3، ويبدأ معاكي التكرار 3 أعمدة 3 سلاسل عمود سلسلتين، وتبدأي تشتغلي في ال4 أعمدة سلسلتين. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر 36 بعد ما اشتغلتي 3 سلاسل بتقفلي المنزلقة على تالت سلسلة، سلاسل الارتفاع. زي ما انت شايفة الجزء ده اتظبط معانا الحمد لله. السطر 27 بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على أول عمود.
بعد كده بتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، فبيبقى عندك يعتبر 3 أعمدة، 3 سلاسل، 1 2 3. وعلى العمود هتشتغلي عمود، بعد العمود سلسلتين. عندنا 4 أعمدة، هتشتغلي على كل عمود منهم عمود، 1 2 3 4. وبعد ال4 أعمدة بتشتغلي سلسلتين، يعني هيبقى عندنا الجزء ده برضه عبارة عن 4 أعمدة سلسلتين، بس اللي اختلف إن ال4 أعمدة بنشتغلهم على كل عمود عمود، تحت كنا بنشتغلهم جوه السلاسل، فده اللي بيتكرر معاكي. على ال4 أعمدة بتشتغلي على كل عمود منهم عمود، 1 2 3 4. وبعد ال4 أعمدة بتشتغلي سلسلتين، وبتكرري كده 4 أعمدة سلسلتين لحد ما توصلي لحد آخر 4 أعمدة بتشتغلي عليهم 4 أعمدة على كل عمود عمود. بعد ما اشتغلتي على ال4 أعمدة 4 أعمدة وبعدهم سلسلتين، زي ما انت شايفة الدوران ده كبر معانا زي ما انت شايفة، وده اللي خلى الجزء ده لما يتقفل يتظبط. بعد ما اشتغلتي على آخر 4 أعمدة على كل عمود عمود بتشتغلي سلسلتين وعمود على عمود، يعني في الأول كان عندك عمود سلسلتين، وبعدين بقى اشتغلنا ال4 أعمدة سلسلتين، وفي الآخر عندك سلسلتين عمود. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3، والتلات أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3. ده كده ال3 أعمدة بتوع البرواز، قبلهم 3 سلاسل، تمام، وبعدهم برضو في 3 سلاسل، 1 2 3. وصلنا هنا للجزء اللي كان تحته فيه الوردة، فهنا هنشتغل غرزة كلاستر من 4 أعمدة. على أول عمودين هتشتغلي على كل عمود عمود وتسيبي منه لفة عليه، 1 2. أما العمود التاني اللي هو التالت والرابع بنسيبهم وبنشتغل العمود الرابع أسفل العمود التالت على العمود الخامس، تمام، وبعدين العمود الرابع منها على العمود السادس. يعني احنا كده اشتغلنا غرزة كلاستر من 4 أعمدة على أول عمود وعلى تاني عمود، سيبنا العمود التالت والرابع واشتغلنا العمود على الخامس وعمود على السادس، فبقت عندنا غرزة كلاستر من 4 أعمدة. تاخدي اللفة كلها مع بعض كده بسحبة واحدة، فكده الجزء ده اتقفل خالص. بعد كده هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، ويبدأ بقى معاكي التكرار من أول ال3 أعمدة اللي هما البرواز بتوع الجزء المدور ده، تمام. تشتغلي بقى التكرار 3 أعمدة 3 سلاسل عمود، وتبدأي تشتغلي سلسلتين 4 أعمدة على كل عمود عمود. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر 37 بعد ما اشتغلتي غرزة الكلاستر اللي من 4 أعمدة وبعدها اشتغلتي 3 سلاسل، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود. السطر 38 بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، عمود على العمود يعتبر التاني وعمود على التالت، فكده بقى عندنا 3 أعمدة. بعد ال3 أعمدة بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. ده كده البرواز عندنا عبارة عن 3 أعمدة وبعدهم 3 سلاسل. هتشتغلي على العمود عمود، وهنا بعد العمود بتشتغلي سلسلة واحدة بس. عندنا 4 أعمدة، هنشتغل على أول عمودين على كل عمود عمود، 1 2. بعد العمودين 3 سلاسل، 1 2 3، ونشتغل على عمودين اللي هو التالت والرابع على كل عمود عمود، 1 2. فكده فوق ال4 أعمدة بقى عندنا عمودين 3 سلاسل عمودين بعدهم سلسلة واحدة بس، وتشتغلي على ال4 أعمدة اللي بعدهم بنفس الطريقة، عمودين على الأول عمود وعلى التاني عمود، 3 سلاسل، 1 2 3، وعمودين على التالت عمود وعلى الرابع عمود. بعد العمودين 3 سلاسل عمودين اللي اشتغلناهم على ال4 أعمدة بتشتغلي سلسلة واحدة بس وبتكرر، يبقى اللي هيتكرر معاكي على ال4 أعمدة هتشتغلي على الأول عمود وعلى التاني عمود، فكده بقى عندنا عمودين 3 سلاسل وعمودين على التالت عمود
وعلى الرابع عمود. فكده فوق الأربع أعمدة عندنا عمودين 3 سلاسل عمودين، سلسلة واحدة بس اللي بتبقى فرق ما بين العمودين 3 سلاسل عمودين واللي بعدهم سلسلة واحدة. تمام، وبتكرري كده لحد ما توصلي لآخر 4 أعمدة وهنيجي نكمل. بعد ما كررتي بالطريقة اللي اشتغلناها، اشتغلتي على كل 4 أعمدة عمودين 3 سلاسل عمودين وبعدهم سلسلة. احنا هنا في الأول كنا اشتغلنا على العمود عمود وبعده سلسلة، فهتشتغلي بعد آخر عمودين 3 سلاسل عمودين بتشتغلي سلسلة وعمود على العمود. فكده في الأول عندنا من بعد البرواز اللي هو 3 أعمدة 3 سلاسل عندنا عمود سلسلة، وفي الآخر عندنا سلسلة عمود. هنا البرواز عبارة عن 3 سلاسل، 1 2 3 و3 أعمدة، ده آخره. أما أوله 3 أعمدة 3 سلاسل، دول كده لسه موجودين معانا اللي هم 3 أعمدة 3 سلاسل 3 أعمدة. لكن الجزء بتاع اللي كان فوق الوردة بقى فيه فوقيه سلسلة واحدة بس. تاخدي بالك كده وانت بتكرر ان هيبقى عندك سلسلة واحدة بس. تمام، ومن بعد السلسلة بتدخلي جوه السلاسل اللي قبل غرزة الكلاستر تشتغلي عمود بلفة، وبعد غرزة الكلاستر بتدخلي جوه السلاسل تشتغلي عمود بلفة. فكده اشتغلنا سلسلة عمود عمود سلسلة، هتشتغلي بقى السلسلة. تمام، وبعد كده بيبدأ معاكي التكرار. يبقى احنا عندنا الجزء ده اللي كان فوق الوردة بقى عبارة عن بعد ال3 أعمدة سلسلة عمود عمود سلسلة، مفيش بقى خلاص 3 سلاسل. ال3 سلاسل 3 أعمدة دول البرواز بيبقوا قبل الجزء المدور الدائري ده وقبله وبعده، يعني قبله وبعده. بعد كده بقى بتبدأي التكرار، فبتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، وده البرواز اللي هو بتاع الشكل الدائري. بعد كده 3 سلاسل، يبقى دول لسه موجودين معانا 3 أعمدة 3 سلاسل. لكن هنا مفيش خلاص، بقى في سلسلة عمود عمود سلسلة. بتكرري بقى كده من أول ما اشتغلنا لحد السلسلة، هتكرري كده ونرجع نكمل مع بعض. آخر السطر 38 بعد ما اشتغلتي بعد ال3 أعمدة سلسلة عمود عمود سلسلة، بتقفلي بمنزلقة على 3 سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 39 بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتشتغلي عمودين على كل عمود عمود. فكده يعتبر اشتغلنا 3 أعمدة. تمام، بعد كده هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. وهنا عندنا هنشتغل في الجزء ده بالطريقة اللي هتشوفيها. هتشتغلي على العمود عمود وبعده سلسلة، عندنا عمودين 3 سلاسل عمودين، هتشتغلي على أول عمودين عمودين على كل عمود عمود، 3 سلاسل يعدوا من فوق ال3 سلاسل. وتشتغلي هنا عندنا العمودين اللي هما رقم 2 بعد ال3 سلاسل وسلسلة وعمودين. هنشتغل 4 أعمدة على كل عمود عمود ومش هنشتغل على السلسلة. فهتشتغلي كده عمود 2 وتسيبي السلسلة وتشتغلي على العمودين اللي بعدهم. فكده 3 4. تمام، يبقى احنا في الأول اشتغلنا عمود سلسلة وعمودين على أول عمودين، بعد كده 3 سلاسل بيعدوا من فوق ال3 سلاسل، واشتغلنا 4 أعمدة على كل عمود عمود. هيمشي معاكي الجزء ده 3 سلاسل يعدوا من فوق ال3 سلاسل، و4 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4. أهم حاجة إن ال3 سلاسل هيعدوا من فوق ال3 سلاسل. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل يعدوا من فوق ال3 سلاسل. فالجزء ده كله هيمشي معاكي عبارة عن 3 سلاسل 4 أعمدة. تمام، عندنا هنا 4 أعمدة ما بين العمود التاني والتالت، عندنا سلسلة بنسيب السلسلة. فبتشتغلي كده عمود 2 تسيبي السلسلة وتشتغلي كده 3 4. مفيش اي لخبطه لانك انت هتبقي ملتزمه هنا ان ال3 سلاسل يبقوا فوق ال3 سلاسل. فهتشتغلي 3 سلاسل يعدوا من فوق ال3 سلاسل و4 اعمده على كل عمود عمود، وبتكرري كده لحد ما تشتغلي على اخر 3 سلاسل فوق اخر 3 سلاسل. بعد ما كررتي بالطريقه اللي اشتغلناها، فاحنا هنا في الجزء المدور اشتغلنا
على اول عمود عمود وبعده سلسله، وبعدين اشتغلنا عمودين تمام على كل عمود عمود، وماشيه معانا الجزء ده كله عباره عن 3 سلاسل فوق ال3 سلاسل واربع اعمده على كل عمود عمود. بعد ما كررتي وصلتي ان انت اشتغلتي 4 اعمده وبعدهم 3 سلاسل، هيبقى عندك عمودين سلسله عمود تمام. فهتشتغلي على العمودين على كل عمود عمود، 1 2 وسلسله عمود على عمود. كده عندنا في الاول عمود سلسله تمام، وفي الاخر سلسله عمود، وما بينهم السطر كله ماشي معانا عباره عن 4 اعمده 3 سلاسل الجزء يعني تمام. بعد كده هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. وهنا احنا عندنا 3 اعمده وبعدهم 3 اعمده، هنختصرهم مع بعض بالطريقه اللي هتشوفيها. هتشتغلي على اول عمود عمود، وعلى التاني عمود، وبعد كده هنشتغل غرزة كلاستر من عمودين، أول عمود منها على تالت عمود، وتاني عمود منها على أول عمود من التلاتة اللي بعدهم. يعني هنسيب السلسلة عمود عمود سلسلة مش هنشتغل عليهم، هنعدي كده من فوقيهم ونشتغل تاني عمود من غرزة الكلاستر، وبعد كده تقفلي غرزة الكلاستر وتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، 1 2. فكده اختصرنا العمودين اللي هو رقم 3 ورقم 1 في ال3 أعمدة اللي بعدهم لعمود واحد بس، فيعتبر كده عندنا رؤوس ل5 أعمدة. وانتي بتكرري بقى تاخدي بالك ان احنا هنا عندنا عمودين، عمود على العمود وعمود على تاني عمود وغرزة كلاستر من عمودين وبعدين عمودين. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3، ويبدأ معاكي التكرار بقى ان انتي بتشتغلي عمود سلسلة وبعدين عمودين على كل عمود عمود، ويمشي معاكي بقى الجزء كله عبارة عن 3 سلاسل فوق ال3 سلاسل واربع اعمدة على كل عمود عمود. وتاخدي بالك وانتي بتشتغلي كده ان لازم ال3 سلاسل يبقوا فوق ال3 سلاسل، والجزء ده برضه وانتي بتكرري تاخدي بالك ان هو خلاص كده بقى 6 اعمدة دول اشتغلنا عليهم عمود عمود غرزة كلاستر من عمودين وعمود عمود تمام. بتكرري كده بنفس الطريقة لحد اخر السطر. اخر السطر 39 بعد ما كررتي واشتغلتي بعد العمود 3 سلاسل، هنا عندنا 3 اعمدة، هنشتغلي على اول عمود عمود، وعلى التاني عمود، وعلى التالت هتشتغلي عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة على الابرة، تدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفتين اللي على الابرة، فكده يعتبر اشتغلنا غرزة الكلاستر تمام. كده خلصنا السطر 39 وده كان السطر اللي قبل الأخير. دلوقتي هنشتغل في السطر 40 وده هيبقى آخر سطر معانا في المفرش. فاحنا هنا هنشتغل في الجزء ده غرزة كلاستر من 4 أعمدة، والعمود هنا في السطر هيبقى بلفتين. فهتدخلي كده على تاني عمود اللي هو أول عمود بعد غرزة الكلاستر، وترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم تالت عمود من غرزة الكلاستر. تاخدي لفتين على الإبرة وعلى العمود تشتغلي عمود بلفتين. هنيجي في آخر السطر ونشتغل العمودين، فكده هيبقى عندنا غرزة كلاستر من 4 أعمدة. هنا بقى هيزيد عدد السلاسل وهيبقوا 5، 1 2 3 4 5. هيبقى عندنا قبل غرزة الكلاستر 5 سلاسل وبعدها 5 سلاسل. هنشتغل دلوقتي في الجزء ده، والجزء ده هنشتغله بغرزة الكلاستر من 3 أعمدة والعمود فيها بلفتين، وهيبقى عليها غرزة بيكو من 3 سلاسل. هتاخدي لفتين على الإبرة وعندنا هنا عمود سلسلة عمودين، هتشتغلي عليهم غرزة كلاستر من 3 أعمدة، تشتغلي عمود بلفتين وتسيبي لفة على الإبرة، تاخدي لفتين على الإبرة وعلى العمود الأول من الاتنين اللي هو أول عمود بعد السلسلة بتشتغلي عمود بلفتين تسيبي لفة على الإبرة، تاخدي لفتين على الإبرة وعلى العمود التاني تشتغلي عمود بلفتين وتسيبي منه لفة على الإبرة وتاخدي اللفات مع بعض. كده اشتغلنا غرزة كلاستر من 3 أعمدة والعمود فيها بلفتين. هنشتغل فوقها غرزة بيكو من 3 سلاسل، فبتشتغلي 3 سلاسل وبتدخلي كده تحت مطرح ما قفلتي الأعمدة كلها بالشكل ده تمام. تدخلي كده وتسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. كده بقى فوق غرزة الكلاستر غرزة بيكو من 3 سلاسل، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5.
وهنا هنشتغل غرزة حشو تحت السطرين دول، تحت ال3 سلاسل وال3 سلاسل اللي تحتهم. فبتدخلي كده تحت ال3 سلاسل 1 2 اللي هم السطر اللي قبل ده، وتشتغلي غرزة حشو. وانتي بتشتغليها تثبتي عليها كده عشان ايه الجزء ده يلم مع بعضه مظبوط. فاحنا كده اشتغلنا 5 سلاسل وغرزة حشو تحت السطرين. 5 سلاسل 1 2 3 4 5. ده كده بيبقى الشكل عندك. غرزة كلاستر فوقيها غرزة بيكو من 3 سلاسل وبعدين 5 سلاسل حشو 5 سلاسل. بعد كده هتلاقي عندك ال4 أعمدة، فهتشتغلي على أول عمود منهم عمود بلفتين، تسيبي منه لفة على الإبرة، وتسيبي العمود التاني وعلى التالت بتشتغلي تاني عمود بلفتين وتسيبي منه لفة على الإبرة. على العمود الرابع بتشتغلي تالت عمود بلفتين من غرزة الكلاستر وتسيبي منه لفة على الإبرة، وتاخدي اللفات كلها مع بعض بسحبة واحدة. كده اشتغلنا غرزة كلاستر من 3 أعمدة، أول عمود منها على أول عمود والتاني على التالت والتالت على الرابع، بتسيبي التاني اللي تحت. تمام. بعد كده بتشتغلي غرزة بيكو من 3 سلاسل، فبتشتغلي 3 سلاسل وبتقفلي البيكو بغرزة منزلقة، بتدخلي كده تحت اللفات كلهم مع بعض وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة. كده اشتغلنا فوقها غرزة بيكو. لو انت عايزة تكبري غرزة البيكو وتخليها من 5 سلاسل ممكن، بس كده أفضل. تمام. هتشتغلي بعد ما اشتغلتي غرزة البيكو 5 سلاسل 1 2 3 4 5. تنزلي تحت السطرين، يعني تحت ال3 سلاسل اللي في السطر اللي قبل اللي هو كان سطر ال38، وتشتغلي غرزة حشو وتقفلي كده غرزة الحشو حلو عشان ما تبقاش ايه واسعة معاكي. بعد كده 5 سلاسل 1 2 3 4 5، وده اللي بيتكرر معاكي على كل 4 أعمدة. بتشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة بلفتين وعليها بيكو. على أول عمود بنشتغل أول عمود من غرزة الكلاستر، تاخدي لفتين لفتين وتسيبي لفة، تسيبي العمود التاني وعلى التالت بتشتغلي تاني عمود، تسيبي منه لفة، تاخدي لفتين وعلى العمود الرابع بتشتغلي تالت عمود من غرزة الكلاستر وتسيبي منه لفة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض. بعد كده بتشتغلي بيكو من 3 سلاسل، فبتشتغلي في الأول 3 سلاسل وبتقفليهم بإنك بتدخلي على اللفات كلها اللي هم ال4، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي على الإبرة. كده قفلنا غرزة البيكو بمنزلقة. بعدها 5 سلاسل 1 2 3 4 5. تنزلي تحت السطرين، تحت السطر اللي قبل الأخير. تمام. يعني هيبقى عندك 2 من 3 سلاسل بتنزلي تحت اللي قبل اللي هي الأولى تحت. تمام. وتشتغلي غرزة حشو 1 2 3 4 5، وتكرري بقى غرزة كلاستر عليها بيكو وبعدين 5 سلاسل حشو 5 سلاسل. تمام. وتكرري بالطريقة دي كده لحد ما توصلي لحد آخر الجزء. هتشتغلي هنا على ال3 أعمدة أنا هاجي أشتغل معاكي، يعني هتشتغلي هنا ال5 سلاسل حشو 5 سلاسل وأنا هاجي أشتغل الجزء ده معاكي. بعد ما كررتي واشتغلتي على آخر 4 أعمدة غرزة كلاستر فوقيها بيكو وبعدين 5 سلاسل حشو 5 سلاسل، وصلنا للآخر عندنا عمودين سلسلة عمود، فهتشتغلي عليهم غرزة كلاستر من 3 أعمدة بلفتين، عمود على الأول وعمود على التاني وعمود على العمود اللي بعد السلسلة، تقفليها وتشتغلي عليها غرزة بيكو، تشتغلي 3 سلاسل وبتقفليهم بمنزلقة. كده اشتغلنا على ايه؟ على اخر 3 أعمدة اللي هما كانوا عمودين سلسلة عمودين. واحنا عندنا في الجزء ده هيبقى عندنا 20 من غرزة الكلاستر، على كل غرزة كلاستر فيها غرزة بيكو، فبتعدي برضه عشان تتأكدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. عندنا 20 من غرزة الكلاستر عليهم بيكو. طبعا انت بعد ما تخلصي المفرش بتفردي الجزء ده كده لفوق وبتكويه كويس عشان غرز البيكو تبقى عالية معاكي. بعد ما اشتغلتي غرزة البيكو بتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5، وهنشتغل هنا غرزة كلاستر من 4 أعمدة، فبتاخدي لفتين على الإبرة، واحنا هنا عندنا عمود 2 وبعدين غرزة كلاستر وبعدين عمودين. تمام. هتشتغلي على أول عمود عمود
تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة، وعلى التاني عمود تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة. وهنا هنسيب غرزة الكلاستر مش هنشتغل عليها، هتشتغلي على العمود اللي بعدها عمود تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة. وعلى العمود الأخير بتشتغلي برضو عمود بلفتين تسيبي منه لفة، وبعد كده بقى بتاخدي اللفات كلها مع بعض بسحبة واحدة وتشتغلي بعد كده 5 سلاسل. يعني غرزة الكلاستر اللي من 4 أعمدة مفيش فوقيها بيكو. اشتغلنا كده سلسلة 2 3 4 5، ويبدأ بقى الجزء يتكرر معاكي بإنك بتشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة عليها بيكو من 5 سلاسل، 5 سلاسل حشو 5 سلاسل وبتكرر. تاخدي بالك إن احنا هنا عندنا بعد البيكو في 5 سلاسل وبعدين غرزة كلاستر من 4 أعمدة و5 سلاسل، وهنا غرزة الكلاستر من 4 أعمدة بنشتغل على أول عمودين وبنسيب غرزة الكلاستر ونشتغل على آخر عمودين. تمام؟ فبتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر 40 بعد ما كررتي واشتغلتي آخر غرزة كلاستر وعليها بيكو وبعدها 5 سلاسل، هنا فاضل لنا عمودين عشان نكمل غرزة الكلاستر. فهتشتغلي على أول عمود تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة، وعلى التاني عمود تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة. كده اشتغلنا العمود الأول والعمود التاني، كنا شغالين 3 سلاسل عمود. هتدخلي على العمود اللي هو يعتبر رابع عمود من غرزة الكلاستر، تسحبي الخيط وتعديه من على اللفات اللي على الإبرة كده. تمام؟ وبعد كده بقى بتاخدي لفة على الإبرة اللي هي سلسلة النهاية، وبتكوني قصة الخيط وسايبة منه حتة خيط عشان تقفلي بيها. هتسحبي الخيط كده وبتنزلي باللفة لتحت، وبعد كده بإبرة التقفيل بتعدي كده تحت الأعمدة وتقفلي كويس وتقصي. ده كده بيبقى شكل المفرش عندك، بيبقى فيه نسبة كشكشة بسيطة مطرح ايدينا ومطرح هنا التناقص هتلاقي فيه كشكشة بسيطة خالص. تمام؟ فده كده هيحتاج يتكوى معاكي. انا هوريكي شكله دلوقتي وهو قبل ما يتكوى، وهوريكي بعد كده شكله لما يتكوى. ده كده شكل جنب عندك. تمام؟ زي ما انت شايفه كده الورده باينه معانا وشكلها جميل. انت بقى لما هتيجي تكوي المفرش هتقربي كده، هترفعي الجزء ده كده لفوق. تمام؟ وبتقربي ال3 اعمده من بعض اللي هم ال3 اعمده دول ودول. تمام؟ وترفعي الشغل كده وتكويه من كل جنب، تكويه من هنا وترفعي كده وانت شغاله وانت بتكويه قصدي. تمام؟ فكده لما هتكويه هيتفرد معاكي، وهيتفرد معاكي هي مره واحده بس اللي هتحتاجي التكويه، لكن بعد كده مش هتحتاجي. زي ما انت شايفه كده ده كده شكله قبل ما يتكوى. تمام؟ مفروض معانا وكل حاجه، بس محتاج يتكوى كويه حلوه عشان الجزء ده يتظبط معاكي. فانت بعد ما بتخلصي المفرش بتكويه، وهي زي ما قلت لك كويه واحده بس، وبعد كده هيتظبط معاكي. ولو حبيتي تنشيه هتنشيه، لو حبيتي طريقه التنشيه اكتبي لي في التعليقات، وانا ان شاء الله لو لقيت مجموعه عايزين طريقه تنشيه المفارش هعمل لكم فيديو بسيط كده ازاي تنشي المفارش. ودلوقتي انا خلصت معاكم فيديو المفرش والحمد لله. اسيبكم بقى في رعايه الله لحد ما نتقابل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.